ايه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الفل عليكم. صباح مشرق بنور الله ان شاء الله. صحينا النهارده، طبعا يعتبر الولاد بقالهم فتره غايبين من الحضانه بسبب البرد. هو الجو كان تلج طبعا عندنا، غير بلاد تانية وغير أماكن تانية. يعني قبلي غير بحري عندنا في المنيا. الجو طبعا رصاص، على عكس أماكن تانية بحري في القاهرة مثلا أو اسكندرية وكده. الجو بيبقى كويس. يعني شفت ناس كتير كمان مشتركة في حمام السباحة وكده. مش عارفة ازاي أنا مش عارفة. المهم، ربنا يا رب ايه، الجو كده يتظبط كده ويتعدل علشان نعرف نعيش حياتنا كده شوية. بقى كفاية تلج، يعني الجو برد بما فيه كفاية، والولاد غابوا برضو بما فيه كفاية برضو. طبعا ده احسن ليهم، هم حابين ان هم يغيبوا العمر كله. عملت طبعا اللانش بوكس للولاد وعلشان امشيهم، وبعدين نشوف هنعمل ايه. يعني انا قلت هقعد كده ساعتين او ساعة بعد ما هم يمشوا، الم فيها الدنيا كده واللي عايز اعمله او اعمل الغدا، وبعدين انام بدري علشان اعرف اواصل تاني يوم برضو بنفس الحكاية، واصحى واعمل اللي ورايا بدل ما ايه انام واصحى معاهم في الظهر واتأخر عليهم في الغدا والحكاية دي كلها. المهم الولاد مشيوا. حطيت لهم اللانش بوكس في الشنط بتاعتهم زي ما انتوا شايفين. همسح لاحمد الشوز عشان كان ابيض، مسحته طبعا بفوطه وخل. الخل بينظف جدا الشوزات. يعني اي شوز كده انا متعوده بحط عليه خل وبمسحه، وما اعرفش بقى بيبوظ او مش بيبوظ، بس ما اظنش ابدا. يعني انا دايما بعمل الحكايه دي احسن ما اغسله. الغسيل هو اللي بيبوظ جلد الجزم او الكوتشيات، فعلشان كده الخل بقى بيحافظ عليه وبينضفه جدا جدا. كفايه على الاقل يمكن تعقيم مثلا من جراثيم من حاجه، بينضف الحاجه خالص ما شاء الله يعني. وبعد ما مشوا الولاد بقى انا قلت ايه، هتسلى واظبط الدنيا واشوف بقى الواحد هيعمل ايه وكده. يعني زي ما انتوا شايفين طبعا مشيوا. انا كنت طلعت البطاطين بتاعتهم في الشمس على السطح في الشمس علشان ايه تتشمس كده شوية حلوين، وبعدين ادخلهم بقى بعد العصر او في المغرب كده يكونوا البطاطين اتشمست واتطهرت وبقت ما شاء الله. يعني الشمس فعلا بتطهر. وروقت بقى الأوضة بتاعتهم وظبطتها علشان لما يرجعوا نعرف نعمل الهوم ورك بتاعهم ونتغدى ونقعد بقى باقي اليوم كده مروقين شويه. يعني عايزه اقول لكم ان انا في الترم الاول كنت لسه يعني مبتدئه في حكايه اليوتيوب وكده. كنت عامله زي اللي سنه اولى امومه لاول مره تخلف عيل. ما كنتش عارفه اتعامل قوي مع الولاد، ولا اتعامل مع التصوير، ولا اتعامل مع ايه. بس الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا دبرها وكده. والواحد لما بيتعود على حاجة طبعا بياخد عليها، فبتبقى اسهل بالنسبة ليه عن حاجات تانية كتير جدا. غيرت طبعا السرير ده. هما الولاد مش بيناموا عليهم وبيناموا جنب بعض على السرير التاني. ودي مكتبة، دي المكتبة اللي انا قلت لكم عليها المفروض ان هي تتعلق. انا محتارة اعلقها ولا اسيبها كده، فياريت تدوني رأيكم. تقولوا لي اعلق المكتبة دي اللي محطوط عليها الحصالات بتاع الولاد، ولا اسيبها يعني. كنت هعلقها ورا السرير لان هي حجمها كبير جدا، هي تقريبا 2 متر. فمش عارفة اعلقها هنا جنب ستارة في المكان اللي انتوا شفتوه، ولا اسيبها زي ما هي. انا قلت علشان لو حد وقع او كده تبقى هي جنبه بدل ما يقع في الارض. والحمد لله في ثانية بقى ايه رحت خلصت الحمد لله رب العالمين. وعملت اكلة بسيطة كده. كان عندي حتتين طبعا بما ان الفراخ مولعة، فكان عندي حتتين بانيه في الفريزر، وعملتهم شاورما زي ما انتوا شايفين كده، شاورما بالمشروم. حاجة كده عظمة،
هنزل لكم طبعا طريقتها لوحدها، حاجه كده خرافيه. وعملت شويه مكرونه بالصلصه وعليها جبنه، شويه جبن كده، وكانت الاكله ما شاء الله بألف هنا وشفا يا رب.